هو احنا ليه مش بنحب التغيير خالص؟ عايزين حياتنا تفضل زي ما هي، ما يتغيرش فيها اي حاجة خالص، حتى لو كانت الحاجات اللي موجودة بتضرنا وبتأذينا. ده اسمه في علم النفس منطقة الراحة. الانسان بطبعه مش بيحب يخرج من منطقة الراحة بتاعته. يعني ايه منطقة الراحة؟ عارفين المثل اللي بيقول اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش؟ اهو ده معنى منطقة الراحة. تيجي مثلا حالة واحدة عايشة مع زوج بيضربها وبيسبها، ولما تيجي تسألها انت ليه مش عايزة تنفصلي عنه، فتقول لك وانا يعني لو اتطلقت هلاقي حد تاني كويس. هيحصل ايه لو اتطلقت؟ اهو ده اعرفه خلاص واحسن من غيره وبعرف اتعامل معاه. مثل تاني، واحد بيشتغل في شغل معين ومش مستريح فيه، فتيجي تقول له طب ما تروح تشوف شغل تاني او تحاول تشتغل في مكان تاني، فيقول لك لا انا خايف ان انا ما الاقيش مكان تاني اشتغل فيه، او ان انا اروح مكان تاني اشتغل فيه وما استريحش فيه. خليني في اللي انا اعرفه وخلاص. ده معنى منطقة الراحة. نفهم من كده ان الانسان بيفضل ان هو يفضل موجود في منطقة الراحة بسبب الخوف من المجهول او المستقبل، بسبب ان هو خايف يخسر حاجات او مميزات عنده في مقابل التغيير ده. الانسان مش بيحب يخرج عن الحاجة اللي اتعود عليها. يجي بعد كده يسأل نفسه هو انا ليه ما بحققش اي انجاز؟ مفيش اي حاجة بتتغير في حياتي؟ ليه انا حاسس بالملل والزهق من حياتي؟ طبعا لان التعود وعدم الخروج بيسبب نوع من انواع الركود والكسل، وبيسبب كمان نوع من انواع وقف الحال. يعني البني ادم بيبقى مش قادر ياخد خطوه لقدام، وطبعا ده كمان بيسبب الاكتئاب، الملل والكسل وعدم الانجاز. الخوف بيتسبب في موت روح التحدي جواكم. كل دي حاجات بيسببها عدم الخروج من منطقه الراحه. عدم الخروج من منطقه الراحه كمان بيسبب قتل الابداع عند البشر. يعني البني ادم ما بيقدرش يكون مبدع وهو دايما كل يوم متعود يعمل نفس الحاجات بنفس الطريقه. طيب ازاي نخرج من منطقه الراحه دي؟ هما 3 نقط. واحد، لازم نغير الروتين اليومي اللي احنا متعودين عليه. نحاول ان احنا نخوض مغامرات جديدة او نعمل حاجات جديدة، نشاطات جديدة، علشان ما نتعودش على ان احنا نفضل في منطقة الراحة والكسل والركود. رقم 2، احنا لازم نحط هدف في حياتنا، بس بلاش نحط اهداف كتير علشان ما يحصل لناش تشتيت ولخبطة. خلوه هدف واحد ونحاول ان احنا نعمل فيه خطوات على قد ما نقدر. رقم 3، احنا لازم نواجه المخاوف بتاعتنا. ما ينفعش نفضل خايفين من الحاجة ونتخيل ان في حاجة هتختلف او هتتغير في حياتنا. عمرك ما هتقدر تتخطى الخوف اللي جواك غير لو واجهته بنفسك وشفت النتائج. الانسان الطبيعي والسوي والناجح دايما بيطور من نفسه، دايما بيحب يتغير. من اهم سمات الكون التغيير والتطوير. يعني حتى لو انتوا ما حسيتوش بكده، بتلاقوا كل فترة الطبيعة من حوالينا والكون كله بيتغير. الانسان نفسه شخصيته بتتغير، حتى لو انت ما حسيتش بكده، بس انت بتلاحظ بعد فترة ان انت في حاجات كتير اتغيرت في شخصيتك، سواء كنت عايز او لا، بسبب التجارب اللي انت بتخوضها مع الناس. وحتى ربنا شجعنا على ان احنا نغير من نفسنا، وقال بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. خليكوا عارفين ان طالما التغيير ده هيكون للاحسن او للافضل، او التغيير ده هيسبب في ان انتوا هتكفوا الاذى والظلم عن نفسكم، فاكيد ربنا هيدعمكم، لان ربنا ما بيقبلش بالظلم ابدا، حتى لو كان ظلم الانسان لنفسه. ولو خايفين ان انتوا تخسروا حاجات كويسه في حياتكم بسبب التغيير، اتاكدوا ان ربنا هيعوض عليكم بدل الحاجات دي، وهيقف جنبكم ويكون داعم ليكم في التغيير ده. لازم تخرجوا من منطقه الراحه بتاعتكم وتصحوا روح التحدي جواكم، لان روح التحدي هي سر النجاح الحقيقي للانسان. كنت معاكم غادة يسري، اشوفكم الحلقه الجايه على خير. باي.